هل بقى واحنا في 2023 نقدر بالجنيه دوت نشتري اي حاجة من الكشك او السوبر ماركت، اي منتج؟ هنشوفه بقى الجنيه ده هيعمل ايه في الفيديو بتاع النهاردة. يلا بينا بقى على الفيديو. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة اكيل اسكندراني. وفي فيديو بقى النهاردة هنجرب منتجات كلها بجنيه. لسه الجنيه ممكن يكون القيمة بتاعته قلت، بس في حاجات لسه بجنيه ممكن نشتريها، بس هتلف شوية حلوين يعني. نحب في البداية ان احنا نشكر محمد صلاح اللي تعب معانا في الفيديو دوت، وهو اللي وصل لاكشاك ان يوصل ان هو يجيب اي حاجة بجنيه. فدي اول حاجة لازم نشكره عليها. هنشوفه بقى النهاردة هنعمل ايه بالجنيه دوت، وهيجيب ايه في الفيديو بتاع النهاردة. يلا بينا، معانا 20 منتج بجنيه، يلا بينا. في البداية كده هو جايبهم في كيسة سودا، ممنوعات بقى، بيجيب ممنوعات حاجة بجنيه يعني. والله حاجات كتير بجنيه. في بسكوت، ده 4G، وده فوتو بتاع الفينجرز ده على قديمه من زمان قوي، وهو برضو بجنيه يعني، بقاله بتاع 4 سنين 5 سنين ونفس السعر بجنيه. بس طبعا اكيد الجودة قلت والحجم كمان قل. آه الشمعدان الشمعدان بص وصل بقى عامل ازاي. فخلينا نبدأ كده بحاجة حاجة ونشوف بقى النهاردة هيبقى الفيديو عامل ازاي. يلا بينا على الفيديو. خلينا بقى هنبدأ بأول حاجة، وهو فولت ستيكس. ده كده بقى شكله، وتقريبا برضو من نفس الشركة اللي هو ده ماتريكس، نفس المنتج برضو، بس أكيد الطعم هو اللي متغير. وفي برضو هيرو ستيكس دوت أو فولت ستيكس بطعم الجبنة. خلينا ناخده كده ايه واحد واحد، نشوف هيكون عامل ازاي. يعني ده شركة إنتاج شركة أما يونايتد فودز. العنوان القناطر الخيرية القليوبية. طب حلو، مش يعني. ده كده بقى شكل السناكس بتاعه، ده بطعم الجبنة. بص، هو طعم القرمشة كويس، والكمية مقابل الجنيه فكويسة جدا. بس الجبنة هنا مش طاغية في الطعم، بس يمشي حاله يعني. كون ان انت تلاقي ده بجنيه فده يمشي حاله قوي. تمام، اول واحد تمام. ده طبعا ماتريكس، هو ستيكس بس بطعم الطماطم. شبه هو نفس الشركة، هو نفس الشركة برضه، هو نفس الشكل. هنا محمرة بقى شوية كده، يعني ايه عشان طماطم بقى، طماطم غلي. مم. طعم برضه القرمشة كويسة. مم. برضه حلو، مش بطال، يمشي حاله. خش بقى على تالت واحد، وهو سويت هوت بيبر، يعني بالفلفل الحلو. طب كويس، مش ده الكمية بتاعته أقل شوية يعني، ده يعتبر أقل واحد فيهم. نفس الشكل برضو. حلو. بس هو في أول كام واحدة كده ما بيبقاش فيها حاجة حارة، بس مع تاني واحدة كده بيبدأ إيه في سنة حار كده بتوصل لك. فطعمه مش بطال برضو يعني. التلاتة طعمهم كويس. السناكس نفسه بيقرمش. آم، الطعم مش قوي، بس برضو يمشي حاله يعني، طعمه حلو. فأول تجربة كانت مبشرة من شركة أما فودز. آه، فخلينا نخش بقى على اللي بعده. هنيجي بقى لتاني حاجة معانا، وهي شركة شولز. شولز دي بقى تقريبا كده بتقلد الكابري، وواخدة شكل الجلاكسي كده من بره، يعني تحسها ايه، كابري وجلاكسي مع بعض. فبيقول لك ان دي شوكولاتة سبريد ويز كوفي.
يعني شوكولاتة سبريد بطعم القهوة. ماشي. محتاجوا بقى ايه؟ مقص نفتحها. ماشي. يعني بصوا كده، هي يعني اللون بتاعها مش غامق زي الشوكولاتات التانية اللي هي الشوكولاتة اللي بتكون سايحة. فمش عارف يعني، خلينا ندوق كده ونقول بسم الله. مم. طعم القهوة موجود فيها، لكن هي كشوكولاتة يعني مش أحسن حاجة، سيئة جدا. تحس إن هي فيها رملة كده، حاجة كده فيها رملة من جواها. لا ما عجبتنيش. فشولز دي خارج المنافسة خالص يعني. هي شوكولاتة بجنيه بس يعني طعمها مش حلو خالص. خلينا نخش على اللي بعده. هنيجي بقى للمنتج اللي بعده، وهو من شركة ماربيلا وهو اسمه شوكيلا فينجرز. كنت متخيل ان انا مش هلاقي اي حاجة بجنيه. صلاح بقى اللي عمل دور جامد ولف بقى على كشاك ابو خروف كلها وجاب لنا اي حاجة بجنيه. خلينا ندوق كده بسم الله. مم. بسكوت كله سادة ومتغطي كده من فوق كده بالشوكولاتة، فطعمه حلو. مم. هش كمان بيدوب في بقك. وشركة ماربيلا شركة كبيرة يعني، عاملة منتج كويس. ده تقليد الفينجرز اللي بتاع تايجر، بس ده على اكبر شوية. هنشوف التاني هيبقى عامل ازاي. فده طعمه حلو قوي ومش بطال. خلينا نخش بقى على اللي بعده. نخش بقى على اللي بعده، وهو جوليان او جيلي كولا التقليد بتاعها. يعني ملوش مكان ان انت تفتح، فانت لازم تقطع كده. هو بصراحة انا مش مع الحاجات دي، لان الحاجات دي بتكون مواد صناعية ومش كويسة للأطفال. بس يعني خلينا نجرب حاجة بجنيه وخلاص يعني النهاردة بس. خلينا كده ندوقها ونشوفها عاملة ازاي. فين أيام جيلي كولا؟ هي كولا بس. مم. هنا طعم الكولا مش طاغي في الجيلي دوت، زي الطعم بتاع زمان بتاع الجيلي كولا. فطعمها مش بطال يعني، هي على قد فلوسها، فطعمها مش بطال. ف يعني نصيحة ما تجربش البتاع ديت خالص. فخلينا نخش بقى على اللي بعده. نخش بقى على نوعين بسكوت كده. واحد 4G إنتاج الشركة المصرية الهولندية للصناعات الغذائية، اسكندرية ملغي. حلو أوي الكلام ده. واللي بعده إنتاج شركة 3M بالشراكة مع مدرسة اسكندرية الزراعية. نعم. إيه اللي بتقوله ده؟ خلينا نخش على ال 4G الأول. آه، مشفناش الحجم ده بقالنا فترة. ده كل ده البسكوتاري بجنيه. خلينا ندوق. مم. طعم البسكوتاية حلو وهش. آم، الطعم بتاع الفراولة مش كتير في البسكوتة، بس طعم موجود. فكويس يعني، طعمه كويس جدا. خشوا بقى على، فعلا والله بيقولك إنتاج شركة 3M للصناعات الغذائية بالشراكة مع مدرسة اسكندرية الزراعية.
شراكة من أجل التطوير، شارع مصطفى كامل، الراس السودا، اسكندرية. يعني مدرسة يعني هي اللي بتصنع. مش فاهم. يعني لو شراكة من أجل التطوير فدي حاجة كويسة. وبجنيه. ده شكل كده البسكوتاية. بسم الله. مم. والله مش بطال. هو طعم الشوكولاتة هو اللي قليل، بس البسكوتاية هشة بطريقة جامدة. فالنوعين دول كده على وضعهم اللي هو بجنيه دوت، ف مية مية. حاجة آخر دلع. هنيجي بقى للي بعده وهو فينجرز تبع ايجيبت فودز. فين أيام فينجرز؟ بقى 5 وحدات والقطعة قد دي. ده شكله اهو. مم. طعمه جامد قوي. لسه زي ما هو على وضع الطعم بتاعه. فده من الحاجات لسه ثابت على جنيه ولسه ثابت على الطعم بتاعه. على اللي بعده وهو المارشميلو. المارشميلو ده كنت زمان تشوفه. طبعا مكنتش بشتري الحاجات دي. فالمارشميلو ده كنت تشوف الكيس اللي هو كان بجنيه ده كان ملوش نهاية. بص دلوقتي بقى عامل ازاي اهو. ادي المارشميلو. متأكد ان هو مش هيعجبني. يعني في ناس كتير بتحبه واطفال بالكتير، بس ما عجبنيش. الوان صناعية بقى على اللي بعده وهو اتش دي شوكولاتة بالسوداني. بجنيه. يعني هو ده الكلام. ده كده بجنيه. مم. في قطع سوداني. مم. والله طعمها حلو. رجعت مع الواحد ذكريات. كان في بقى كل شوكولاتة زمان كان متغلف بسلوفان، كان بيتباع القطعة ب4 جنيه. ده على أيامي ما حضرتش قبل كده. فده رجع معايا الذاكرة بتاعت باكل الشوكولاتة دوت. طعمه حلو. نيجي بقى لتاني. بينك باي. برضو دي بجنيه. مم. عبارة كده عن بسكوتة وحواليها بقى ايه كده الشوكولاتة ان كده ندوها يا. ونخش بقى على التقليد. لما شافونا بتوع اما مضايقني دلوقتي هي فيها كلام تاني. الشيكابون اهو. احمر وبرتقاني واخضر. تقوم بقى ايه دايق لك واحدة هنا. لا طعمه حلو. طعمه حلو قوي. انا ما تخيلتش ان هو هيبقى حلو كده. هو مش شبه الاصلي، بس يعني يأدي. لا طعمه حلو. خشوا بقى على اللي بعده وهو الشمعدان. مش عارف ايه اللي حصل له وايه اللي جراله. ماله الشبح ابو 5 جنيه؟ ما قالش حاجه.
جايب لي عينات تذوق اهو. هي بسكوتاية واحدة بجنيه. وهو الطعم برضو واحد من الشركات الكبيرة، لا الطعم كويس وبجنيه. بس دول بقى الست حاجات اللي باقيين معانا. جايب لي مصاصة تبع ماربيلا بجنيه. مدلعنا الراجل ده، والله مدلعنا. حتى المصاصة مش عايزة تتفك. ده حليب وشوكولاتة دي ولا ايه؟ ملهاش أي طعم. دي بقى مش هندول البان يعني. جايب لي كلوريتس بجنيه. خلاص عرفنا يا عم الكلوريتس بقى بجنيه. ده كمارة ميني كيك بالمارشميلو ده كده شكله. مم. طعمها حلو. مم. كريسبي فرح. بيقول لك بقى الكريسبي مغطى بالشوكولاتة. مم. ايه اللي جابلنا على كده؟ اهو. مم. هي قطع كريسبي كده ومش بطالة يعني. تمام. والله في حاجات كتير الواحد مجربهاش، جربناها النهارده. طبعا مش هنجرب دول. خلاص احنا عرفنا بقى ان الكولوريتس بقى بجنيه. ودي لبان كورة تبع ماربيلا 3 وحدات بقى بجنيه. ودي عندك دي 2 4 6 8 وحدات بجنيه. يا بلاش والله. بس فكده وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم والفكرة تكون عجبتكم. لو لقينا دعم للفكرة ديت فاحنا هنخش بقى على ابو 2 جنيه 3 جنيه 4 جنيه 5 لغاية ما ربنا يسهل. كان تحدي بالنسبة لي ان انا اقدر اوصل لحاجات تكون لسه موجودة في الاسواق بجنيه، والحمد لله بفضل ربنا وصلنا ان احنا عملنا الفيديو دوت وبفضل محمد صلاح طبعا. فلو عجبكم الفيديو لايك للفيديو وقولوا لي اجرب ايه في الفيديوهات اللي جايه. ومن هنا الفيديو جديد. سلام. جايب لي البانه صلاح.